سماها، يلا معاها يلا معاها يلا معاها، يا صباح الخير ياللي معانا ياللي معانا. صباح الفل وصباح الهنا على قلوبكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبأحسن حال. فيديو النهارده كده ان شاء الله شويه مشتريات على خفيف، وكمان مشتريات كمان المنظفات. عايزه اقول لكم ان هعمل شويه منظفات كده الاساسيين، وفي نفس الوقت توفير ونظافه بقى وريحه وما اقولكوش. زي ما انتم شايفين كده انا جبت طماطم وخيار وبصل وبطاطس، حاجات كانت ناقصاني في الخضار ونزلت جبتهم، وجبت كمان ايه المنظفات. تمام. جايبه ايه بقى؟ صابون مواعين، خلطه زي ما انتم شايفين الخلطه هوريها لكم دلوقتي. هنعمل من شويه صغيرين دول 6 لتر، ومنظف للبقع الملابس، وكمان كلوريكس الوان. الثلاث حاجات دول ما شاء الله اللهم بارك، هتبصوا تلاقي عملوا ازايز محترمه تكفي معاكي يعني 3 اسابيع، ممكن الشهر وزياده على حسب طبعا استخدامك. فهنشوف بقى مع بعض عملناهم ازاي، ونمشي خطوه خطوه واحده واحده كده. شوفي ازاي انا ماسكاهم في ايديا كده، ما بين ايديا يعني كلوركس الالوان ومنظف البقع الملابس، وكمان صابون المواعين. بس ما شاء الله هيملوا الجراكن معاكي، يعني هتملي البيت خير. تمام. انا كده جبت شويه الحاجات اللي ناقصاني في البيت وفي المنظفات، وعايزه اقولك ان ما شاء الله هتكفي معاكي الشهر وزياده. كده دخلت عملت الفطار، فول بقى وبطاطس وطعميه وجبنه. انا بطلت بصراحه، يعني ليا فتره اعمل الطعميه في البيت، لان بصراحه بحس انها بتهلك الكبه شويه، والكبه ليها استخدامات تانية احسن كتير. الطعميه بجيبها من عند يعني محل بتاع الطعميه والفول والطعميه، وبخفها بشويه ميه صغيرين، وتبتدي تعجنيها زيه وخلاص. بعملها في البيت 5 جنيه، بريح دماغي من بقى اجيب واعمل وكده. شويه سلطه عملتهم، حبيت ان انا احط السلطه اكتر شويه بحيث ان اللي عايز ياكل يلاقيها موجوده. تمام. مفضلش اعمل كل شويه، يعني بحاول على قد ما اقدر الفتره دي ان انا الحاجه يعني الاكل عامه ازود منه شويه، عشان ما لما تعوزيه تلاقيه باقي الاسبوع عندك، في نفس الوقت ما تقفيش كتير في المطبخ. تمام. تمام، دي حاجه. ندخل بقى على المنظفات. بصوا بقى، المنظفات انا كنت جبتها قبل كده اللي هي الخلطه دي، بس من مكان تاني بصراحه ما كانتش حلوه، لا عامله رغوه ولا بتنضف كويس، وفي نفس الوقت كلكعت بقى في الاخر، عجنت كده، حسيتها ان هي بقت زي العجين. فابتديت اللي هو لا، ما خلاص المكان دوت ما بقيتش اجيب منه تاني. رحت في مكان تاني بقى، هو المفروض زي شركه كده اسمها شركه المهندس، هي بتعمل كل المنظفات. انا قلت هجرب منهم الثلاث حاجات دول، ولو عجبوني بقى هشوف ايه المنظفات التانية اللي عندهم ممكن نستخدمها وتبقى كويسه. تمام. اول حاجه ابتديت بيها كده هي كانت الصابون المواعين. صابون المواعين ده مفروض ان هو هيعمل معايا 6 لتر. كان في الحاجتين دول اللي هي البودرة الزرقاء دي والعجينة البيضة. البودرة الزرقاء دي بريحة الليمون، يعني هو صابون المواعين عمل بريحة الليمون، احلى ريحة بصراحة بحبها. تمام. هتشوفوا بقى الرغوة دلوقتي، يعني الناس اللي بتحب الغسيل المواعين بالرغوة عايزة اقول لكم تحفة. اول حاجة هبتديها كده ان انا احط الكيس الازرق البودرة ده، وهو في كيس جنب معاهم، ومفروض الكيس اللي معايا دوت ان هو زي معيار كده. هي الست لما ادتني الحاجات دي قالت لي خلي بالك ان في كيس معيار هتحطي بيه، هي بتبقى مكتوب عليها 1 لتر زي ما وريتكم كده. هبتدي ان انا اخد لتر كده من ال6، وابتدي ان انا اقلب فيها، ادوب البودرة دي، وبعد كده احط بقى العجينة البيضة دي، هقلب فيها. هي قالت لي لازم تقلبيها كده شويه، تدوبي البودره، وبعد كده احط العجينه، هركنها بقى شويه، وبعد كده احط عليها باقي ال5 لتر. احنا طبعا حطينا لتر، هحط اكمل 5 لتر. فانا كنت خايفه ان هي يعني تخف تبقى مش حلوه، فحطيت الاول 5 لتر. حسيت انها تقلت في ايدي، او يعني وانا لسه بقلب فيها لسه مش المفروض ان انا استنى عليها 4 ساعات، فما قبل ما استنى اصلا يا دوبك ان انا بقلبها ولقيتها تقلت. فقلت مش مشكله، انا هزود اللتر الزياده زي ما هما كاتبين ان هي 6 لتر، وبعد كده ارجع تاني اقلب. لما ما شاء الله غبت ال4 ساعات ورجعت، كانت خلاص بقى هي تقلت. وهوريكم تقلها دلوقتي عامل ازاي. هوريكم في الاول هي وخفيفه، كانت برضو مسكت شويه بس في نفس الوقت ايه خفيفه. هنا دي كده تاني لتر انا حطيته. هبتدي احط بقى ال5 لتر الباقيين،
وخلاص. واقلبهم بقى كده 2 لحد ما اعمل 5 لتر، وبعد كده اروح مزوده اللتر السادس مره واحده، وهقلبها واركنها على جنب 4 ساعات كده، بحيث انها بتتقل وبتديني تقل وسمك، سمك للصابون نفسه. وهتشوفوا الرغوه ما شاء الله، يعني هي حتى باين على الوش دلوقتي من دلوقتي الرغوه بتاعتها عامله ازاي. بس يعني مليت بصراحة فيها حاجات أساسيات في البيت كده. لما تبقى موجودة وبالزيادة عندك بتحس ان البيت انا مطمنة، البيت امان، في اي وقت هتسحبي وتلاقي حاجتك تسحبيها تبقى زي الفل. فدي هتبقى من الاساسيات عندي ان شاء الله، يعني انا خلاص اعتمدتها باذن الله. بصي بقى هتقولي طب انا استفدت ايه كده من ان انت جبتي الوصفه دي؟ هقولك على حاجه. انت بتدوري حواليكي على المحلات، وبالذات المحلات او المصانع اللي هي بتصنع الصابون او المواد دي، هتشوفي اللي بيعملوا الخلطه دي، او بيبقى في منها جاهز عند المحلات الصابون. هتلاقيها ان هي بتديكي كميه اكبر، وفي نفس الوقت موفره اكتر من الفيبا بقى والفيري والحاجات دي. طبعا فيري مقاطعه، انت عايزه البديل. تمام. فهي هتديكي نفس النتيجه وفي نفس الوقت بتوفري. يعني انا 6 لتر يعتبر كانوا عاملين كام؟ 25. تمام. ف25 جنيه وانتي جبتي اكتر من يعني 6 لتر، وكمان لسه هتخففيه انتي وبتغسلي المواعين، فحلو جدا، حلو قوي وموفر قوي. فانتي بقى تشوفي مين حواليكي بيبيع التركيبة دي، سواء تبع المحلات نفسها او جاهزة، بتبقى موجودة عند بتاع الصابون، فهتجيبيها اول ما عملتيها هتبصي تلاقي بتوفر، وفي كمية كويسة، وفي نفس الوقت هتوفر معاكي في الميزانية طبعا. تمام تمام. كمان جبت منها الكلوركس الالوان، قالت لي خففيها 4 لتر ميه، فانا حبيت ان انا احط 3 لتر عشان ما تخفش قوي، عشان ما تبقاش ايه خفيفه جدا، مع ان هم المفروض عارفين هي بتتخفف بقد ايه، بس انا قلت برضو ما اضمنش الدنيا. تمام. فحطيت كده 3 لتر بالكيس اللي هي قالت لي المعياري ده اللي هتعايري بيه. تمام. هقلب كده، حسيتها ان هي عامله زي الميه وخففت قوي، واللون خف قوي، بس بعد كده اللون ابتدى يتركز شويه وخلاص. بصوا هنا المفروض ان هو بيقول لي 4 لتر ميه. المفروض الازازه دي لو اتباعت بره يعني بعيدا عن محل الشركه نفسه بتتباع ب30 جنيه، هي ادتهاني ب20. تمام. فحلوه ب20 جنيه كلوركس الوان، هتستخدميه وهيقعد معاك، يعني ما شاء الله عملت منه ازازه 3 لتر الا ربع. تمام. هوريكم دلوقتي، يعني في الاخر هوريكم عملت معايا قد ايه. انا كده عملت الصابون المواعين، ركنته عشان هيستنى عليه 4 ساعات لحد ما يتقل. تمام. وكمان الكلوركس الالوان برضو حطيت عليه 3 لتر ميه، وركنته برضو لحد ما اشوف بقى ايه. هو مش هيتقل، هو هيفضل خفيف، لان هي قالت لي هيفضل خفيف، بس هنشوف بقى مع بعض هيبقى عامل ازاي، لان انا حسيت ان لونه خف قوي. تمام. هعمل دلوقتي اللي هو بتاع بقع الملابس. هو عجينه بيضه وبتتخفف بالميه، يعني هو مفروض 3 لتر، انا حطيت ال3 لتر يعني ما قللتش. بس بيبقى فيها كده شويه العجينه البيضه دي بتدوب خالص، وبتبقى تقريبا مش باينه غير حاجات بسيطه قوي. انا كده جربت معاكم صابون المواعين، الكلوركس الالوان بقى ومذيب البقع دوت. هوريكم المره الجايه ان شاء الله اذا كان كويس بقى ولا لا، بس انا جربت المذيب البقع بصراحه حلو. هجرب بقى معاكم صابون المواعين. اللهم بارك، يعني رغوه رغوه بقى، الناس اللي بتحب الرغوه هتعيش وتنطلق في الرغوه دي، لان هي حلوه ورغوتها كتير، اللي حتى في ما شاء الله في ميه الشطف كمان ميتها كتير. بصوا انا ايدي بتزحلق من كتر ما هي تقيله، تقلت قوي. انا ممكن في المرحله دي ان انا ازودها لتر ميه كمان عشان حاساها خفيفه قوي. كده عملت كمان الكلوركس الالوان، طبعا سبته فتره نفس ال4 ساعات تقريبا بتاعه الصابون المواعين، فركنته بقى احطه في الازازه دي. الازازه دي كانت 3 لتر الا ربع. طبعا انا حاطه 3 لتر، فالربع الزياده دوت هحطه في ازازه تانية خالص. ماشي. هنجربه مع بعض ان شاء الله الفيديو اللي جاي، واقول لكم بقى اذا كان كويس ولا لا مش حلو. بس هو لو حلو هيوفر معايا قوي في كلوركس الالوان الازايز اللي بشتريها. تمام تمام. خلصنا من الكلوركس الالوان، ندخل بقى على مزيل البقع. حطيته في الازازتين دول ازايز بريكس زي ما انتم شايفين، هي مكتوب عليها بريكس. بس انا سايباهم عشان لما اعمل منظفات زي كده الاقي ازايز احط فيها. نصها يعني النص اللي فوق دوت ما اتملاش بسبب الرغوه،
فبسيبها لما تهدى وبعد كده هزودهم براحتي خالص. المهم ان هي عملت معايا الازازتين دول، وازازه كمان صغيره اللي هي هوريها لكم دلوقتي، فيها فتحه صغيره كده هستخدمها على البقع عشان ما تبهدلش الدنيا يعني. تمام، فانا كده يبقى ظبطت الدنيا، عرفت انا هعمل ايه. تمام تمام. وما شاء الله الكميه بقى يعتبر كتير يعني، دي عايزه ازازه تانية لوحدها كمان. حاولت ان انا املاها الرغوه بتطلع لفوق، مش مديها مساحه تاني. بصوا ما شاء الله الطبق مليان. طبعا بهدلت الدنيا وزروات الدنيا حواليا، هغير بقى الدنيا دي واغير المفرش. بصوا هنا الازازه اللي بقول لكم عليها دي، الازازه دي لقيت فيها فتحه، دي كانت بتاعه كلوركس الالوان اللي انا خففته، فيها فتحه صغيره حطيت فيها شويه من المزيل البقع، هحطها بس مكان البقع عشان ما بهدلش الهدوم معايا، لو هي مثلا ممكن تبهدل الهدوم. تمام، يلا بينا بقى، تعالي اتفضلي كده نخش على فقرة المواعين للناس اللي بتحب فقرة المواعين والرغوة والهيصة دي. بصوا هنا ما شاء الله عملت رغوة حلوة. ما استخدمتش منها كتير يعني، في ساعات صابون بجيبه بس بتستهلكي كتير قوي وفي نفس الوقت ما بيديكيش الرغوة الحلوة. لا ما شاء الله اللهم بارك. هوريكم الازازة دلوقتي، الكوبايات اللهم بارك نضيفة زي الفل، بتزيق من النظافة. فانا كده بالنسبه لي الصابون دوت اوكي تمام، عملت علامه صح عليه ان انا هعتمده ان شاء الله. تمام، بصوا بقى يعني الرغوه ما شاء الله في الطبق كتير، فعيشي حياتك بقى، عيشي حياتك. جربي لو عندك حد بيبيع المنظفات ان انت تعملي منها كميه زي كده، بتبقى في اكياس جاهزه، وفي مثلا مناطق بيبقى فيها محلات الصابون هي بتعمل العجينه دي. فجربي وجربي اكتر من واحد وجربي اكتر من مكان عشان تشوفي احسن حد فيهم، لان هي مش هتجيلك من اول مره تعرفي مثلا الصابون ده كويس ولا لا. طبعا انت عايزه ريحه وعايزه نظافه وفي نفس الوقت يديكي رغوه، فلازم تجربي بنفسك وتشوفي اذا كان كويس ولا لا، تستخدمي او تجربي شركه تانية. تمام، انا ما شاء الله جربته فكده بالنسبه لي هيبقى حلو. ناسف لهذا الصوت، عادي نونو صغير بيزمزق، فعادي جدا كأنكم ما سمعتوش حاجة. المهم لو وصلتي معايا بقى لفقرة المواعين دي، الناس اللي بتحب فقرة المواعين والرغوة والمية والطرطشة دي يعني، اهم حاجة تعملي لي لايك، ما تنسيش اللايك، لايك كتير، وكومنت اعرف بيه رايك في فيديو النهارده. وفي المنظفات لو انتي مجربه المنظفات فعلا ومعتمده منها بحاجات، يا ريت تعرفيني بقى ايه النوع اللي انتي بتستخدميه، لو في نوع احسن من دوت ممكن اجربه زيك. اوكي، وكومنت شير بقى مع حبايبك، يعني لايك وكومنت وشير، يا سلام تبقي عملتي الواجب والزياده. المهم نخلص بقى فقره المواعين دي وندخل بقى نشوف الكميه اللي طلعت معانا من الكيسين الصغيرين والازازه الصغننه، اللي طبعا عملت ما شاء الله كميه محترمه معانا تكفيكي الشهر والزياده. خليكي ناصحة بقى، واللي توفريه من المنظفات او من مصروف البيت يا تجيبي بيه حاجة للمطبخ، لان احنا طبعا المطبخ بنقف فيه كتير، فعايزة حاجات كده ايه تغيرلك النفسية شوية، او حاجة ليكي شخصية انتي تفرحك وتغير نفسيتك عشان تقدري تستمري وماما تقدر تكمل المهام بتاعتها. بس كده، عشان طبعا انتي اهم حاجة، لان انتي الاساس وانتي عمود البيت التاني بعد بابا، فلازم تغيري نفسيتك بحاجات بسيطة. وعايزه اقول لكم ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هعمل شويه تغييرات كده في المطبخ محتاجاها عشان نفسيتي تتغير، عشان اقدر اقف في المطبخ ادي حاجات جديده. هنا كنت بقول لكم ان هي عملت لتر والجيركن دوت وده نصه، بس عايزه اكمل عليه لان هو تقيل جدا. تمام تمام، بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله على خير. باي باي.